أهلا بيكم تالتة إعدادي، ويلا بينا على الجزء التاني من الدرس الأول، النشاط الزراعي في العالم. والنهاردة هنعرف مع بعض إن الزراعة بتنقسم لنوعين: زراعة بسيطة وزراعة متقدمة. موضوعنا النهاردة هو الزراعة البسيطة. في الزراعة البسيطة هنلاقي الناس بتستخدم أدوات بدائية بسيطة، وكمان المساحة اللي بتتزرع هنلاقيها ضيقة وبعيدة عن بعضها، والنوع ده من الزراعة يدوب بيوفر أكل للسكان اللي عايشين في المناطق دي، عشان كده مش بيصدروا منها. والزراعة البسيطة بيشتغل فيها عدد قليل من السكان، وبتكون في مناطق صغيرة ومعزولة. هنلاقيها عند المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية، أو في بعض أماكن حشائش السافانا. من أهم محاصيل الزراعة البسيطة أول حاجة الذرة، وطبعا كلنا عارفين الذرة، والموز اللي احنا بنحبه كلنا، والكسافة ودي بتكون شبه البطاطس وليها جذور غنية بالنشويات، واليام دي شبه البطاطا وفي بعض الدول بتستخدمها بعد ما بتجففها وتطحنها تعمل منها الخبز. يلا بينا على سؤال النهاردة. أكمل ضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها من خصائص الزراعة نقط. استنوا الجزء الثالث من الدرس في الفيديو الجاي.